السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة ما كنتش حابب ان انا اعمل الفيديو ده، بس جايز ممكن يكون فيه نصيحة. آه، ده اغرب متابع انا شفته في حياتي. اغرب متابع ممكن تشوفه في حياتك. شخص تواصل معايا على الواتس: انا فلان الفلاني من الدولة الفلانية، اهلا وسهلا بيك. طب ايه المطلوب؟ لاني طبعا على انا كانسان عندي حياتي الخاصه، عندي ضغوطي الخاصه، بعمل الحلقه بروح اشوف شغلي مضغوط. والله انا عندي المساله الفلانيه. طيب ماشي يا سيدي، ادي اجاباتي، شكرا. كل يوم رسائل، رنات، ما بتردش عليا ليه؟ رد عليا ضروري. عموما انا على الواتس كتير جدا برد بكلمتين، يعني مش اكتر من كده، لاني عندي الاف الرسائل اللي انا ارد عليها. عايز رقم الشيخ عبد الرحمن. بعد سؤال الشيخ عبد الرحمن قال لي اعطي ليه الرقم. اعطيت الرقم، اصبح شغال علينا احنا الاتنين، لحد ما الشيخ عبد الرحمن قال لي الله يسامحك الراجل نفخني، لا عارف اسوق ولا عارف اكل ولا عارف انام، كم هائل من الرسائل الصوتية ولازم ترد عليا، ولو رديت عليه بكلمتين لازم ترد عليا باستفاضة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وهو أنا قاعد طول الوقت ليك؟ الموضوع تطور إلى إني قرار ناخده إحنا الاتنين، نريح دماغنا من التعب ومن الوش ونعمل بلوك. عملنا إحنا الاتنين بلوك. هل يا ترى سكت؟ لا، ما سكتش. فوجئت أنا وأخويا عبد الرحمن، حد من عيلته سيدة بيتواصل معانا برسائل: ارفع الحظر عنه، ارفع الحظر عنه. بلوك للي بيبعت. حد تاني انا صديقه: ارفع الحظر عنه الان. لا حول ولا قوة الا بالله. ليا ولاخويا عبد الرحمن بلوك للي بيبعت. هو في دولة بعيدة في المغرب العربي، في مكان بعيد، وانا في مصر. تفاجأ بتليفونات بتأتي إليك حول العالم كله من دول غريبة جدا. ترفع سماعة التليفون: ألو، أيوة أنت أيمن السلحدار؟ أنت عبد الرحمن؟ ارفع الحظر. أرقام غريبة، أرقام من بلده، أرقام من أوروبا، أرقام من أماكن تانية. اعمل حظر لكل الأرقام دي. حتى أتت إلي أنا وعبد الرحمن تليفونات من مصر: حضرتك ايمن السلحدار؟ ليك صديق في الدولة الفلانية؟ مين اللي انت عملت له حظر؟ طب ايه المطلوب يعني؟ ارفع عنه الحظر. طب انت مين يا سيدي؟ انت تعرفني؟ لا ما اعرفكش. امال بتكلمني ليه؟ ارفع الحظر دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله. لحد ما فوجئت انه جاب ارقام ناس عندي على الفيس، ومن اعز اصدقائي. هنا كانت الطامة الكبرى. فوجئت بعماد، وهو واحد من اعز اصدقائي. يرن عليا اكنسل عليه لاني بسوق، يرن عليا اكنسل عليه لان انا بسوق. رد عليا دلوقتي. امر خطير في رسايله: ايوه يا عماد، خير؟ انت تعرف واحد من الدولة الفلانية؟ اعرفه. خير يا عماد، في ايه؟ انت في مشكلة معاه؟ لا ما عنديش مشكلة. ايه يعني؟ ايه ارفع الحظر عنه دلوقتي؟ بيقول لك ارفع الحظر، انا مش فاهم في ايه. طب اتواصل معاك ازاي؟ دخل على الماسنجر، دخل لكل اصدقائي: ارفع الحظر. بعد تعب وبعد يأس انا وعبد الرحمن اضطررت ان انا ارفع الحظر. ما هو انا بعد ما كنت بمنع، لقيت اني حياتي هتتحول لجحيم، العالم كله بيكلمني. رفعت الحظر، اخدت عليه تعهدات: بعد اذنك راسلني
بكلمتين وانا هرد عليك بكلمتين. انت عملت لي فضيحة في العالم كله. كم التليفونات اللي جاتني من العالم كله امر صعب جدا، خلتني لا عارف اسجل ولا اطلع على بث مباشر ولا اقعد في بيتي ولا عارف اسوق. خلاص، هما كلمتين قدرت ارد عليك، قدرت ما قدرتش خلاص. خلاص اتفقنا. قعد التزم 10 ايام. تفتح عندي الواتس كم رسائل هائل، وكل رسالة كلم الشيخ احمد عبد الكريم الجوهري، قول له فلان رأيك ايه؟ ليه ما بتردش عليا؟ رد عليا دلوقتي يا سيدي. يا سيدي حاضر. لو رديت عليه بأموشن مثلا قلب او حاجة زي ما بعمل، انا ما بفهم في الكلام ده. ما تبعت لي رسائل قلوب. طب ايه المطلوب؟ رد عليا بكذا. قلت له هرجع اعمل لك حظر تاني. يا اخي انت خنقتني، انا راجل عند بيتي وعيالي ودنيتي. خلاص التزمت. لحد ما جيت امبارح في مداخلة مع الحاج ذو الفقار، مداخلة هامة جدا، وعامل وضع الطيران عشان اوقف اي مكالمة ومشغل الواي فاي، يرن عليا مرتين على البث المباشر. البث طار، بوظ لي الدنيا. بعت له رسائل شديدة اللهجة، ارحمني، انا ما شفتش كده، ارحمني. معلش انا اسف ما خدتش بالي. يعني كمان حتى شغلي. وكانت الطامة الكبرى ان في تمام الساعة 3 مساء والبيت نايم وكلنا نايمين، بعد ما ارسلت ليه الرسالة دي وقلت له ارحمني، انا راجل عندي قضايا هامة، صعب جدا ادي وقتي لمتابع واحد وافضل بالوضع ده. لو انا هرد على كل واحد بالطريقة دي وهاخد معاه ربع ساعة، لانه عايزني هو يبعت فويس انا ابعت له فويس، هو يبعت فويس انا ابعت له فويس، هو يكتب كتابة انا ارد عليه بكتابة. طب ازاي وانا عندي شغلي وعندي حاجات كتير؟ اذا به يروح رانن عليا وانا مريض. خدت امبارح اليوم كله في الWC لاني مريض في التواليت. يروح رانن عليا 3 بالليل يقومني، اللي انا يا دوبك عيني نامت 5 دقايق، ويصحي البيت كله. على ايه؟ طبعا عملت له بلوك عشان انهي الموضوع، وبعت قلت له يا اخي ارحمني. طبعا هل هيسكت؟ اتمنى يكون بيسمع الرسالة ويعرف اني انا اتخنقت، وما يعمليش فضيحة على مستوى العالم، ياخد رقمي يديه ل100 واحد زي ما عمل. انا كان بيجيني كل يوم 3 4 5 6 مكالمات من ارقام في دول عديدة، ارفع الحظر عنه. الراجل زعلان، ارفع الحظر عنه. لا حول ولا قوة الا بالله. هو انا مش بني ادم ليا حياتي عارف اني خروج على الميديا ليه ضريبة، بس ضريبته على الاقل تكون مخففة عن كده، لكن مش بالوضع ده. نفسي بس الناس ترحم. انا كرهت حاجة اسمها الهاتف المحمول اللي بيدخل كل بيت برنة في وقت ممكن البني ادم يكون فيه نايم، عنده ضيوف، بيريح، بيجهز لبث مباشر مثلا، عايز ياكل، عايز ينام، مريض تعبان. عمري في حياتي ما اشتكيت من حد، طول عمري عندي سعة صدر، بل ده انا في ناس من المتابعين عندي انا اللي بتصل بيهم، وفي ناس بتتصل ثواني، وفي اللي بيبعت حاجة وبيستنى، لان بطبعي انا ما بحبش اللحوح. دي رسالة اتمنى انها توصله، علشان ما لقاش طوب الارض يفتح عليا جبهات واتصالات في وقت الحقيقة الامة بتمر بازمة كبيرة جدا. واولى بنا ان احنا نخلي قضايانا دائما
بتكلم عن القضايا بتاعتنا احنا في الشرق الاوسط وفي ديار العرب، هي الاولى من الكلام ده. تحياتي واسف جدا ان انا عملت الفيديو ده، لكن الحقيقه انا جبت اخري، واي حد يقعد مكاني هيعمل كده. ده الشيخ عبد الرحمن اللي عنده سعه صدر قال انا اتخنقت وجبت اخري. يا اخي الله يسامحك، ده عليا انا لان اديته الرقم. تحياتي، سلام.